الفترة الأخيرة من بعد الفنانة شيماء سيف ما أعلنت إنها عملت عملية التكميم جالنا أسئلة كتير جدا، فاستغلينا الفرصة إن هي عندنا في المتابعة النهاردة واستأذناها إنها تجاوب معانا الأسئلة دي بنفسها. ازيك، ايه الأخبار؟ ازيك يا دكتور؟ أنا جاي. نورتي، أهلا بيكي. ربنا أخبارك يخليك إيه؟ يا دكتور أحمد. الحمد لله زي الفل يا رب دايما. بصي بقى، هسألك، ناس كتير بتسأل إحنا نزلنا وزن قد إيه وفي مدة قد إيه؟ آخر شهر 9 ده هيبقى بقالي سنة بالظبط، ونزلت فيهم 55 كيلو. ما شاء الله، نزول جميل لله. ما شاء الله. الحمد لله. طيب سؤال تاني ناس بتسأل عليه، انت كنت قبل العملية كنت خايفة من فكرة العملية وكان عندك مخاوف كتيرة جدا، ايه اللي خلاكي تاخدي قرار العملية؟ كنت خايفة جدا جدا. أنا أصلا يعني أنا آسفة يا دكتور بس أنا ما بحبش الدكاترة. انا عارف مش ما بحبهمش يبقوا أصدقائي، لكن عندي فوبيا من فكرة إن أنا أروح برجلي اخش عياده او اخش مستشفى. دي حاجه يعني بروح لما ببقى خلاص في المرحله الاخيره، وده اللي انا عملته، يعني ده اللي حصل. انا كنت بقنع نفسي ان انا حابه نفسي زي ما انا، وانا فعلا كنت حابه نفسي زي ما انا، بس لما حصل حبيت نفسي اكتر. بس ساعتها حصل لي مشكله في رجلي جامده جدا. لو تفتكر حتى انا ساعتها حكيت لك، كان الوضع صعب جدا. يعني كان في مثلا ان احنا نقعد على السرير كده يا جماعه ونتني رجلنا، ده كان اوبشن مش موجود. فاول ما الدكتور بتاع العظام قال لي انه احنا محتاجين نعمل تغيير مفصل هنا، انا من دي مش انا رحت بدري قوي. تغيير مفصل، ياه. فقلت لا، يعني مش هعمل كده. يعني هو قال لي حتى ساعتها بس احنا محتاجين ننزل في الوزن. لا ننزل خالص بقى، مش ننزل شويه. طب انا هسألك حاجة بقى، مش الناس اللي سألوها، انا اللي دلوقتي لفت نظري عايز اسألها لك. لو رجع بقى بيكي الزمن من غير موضوع الإصابة بتاعت رجلك، يعني مفيش سبب بقى هو اللي تريجر هعملها من قبل بكتير جدا. صح؟ هعملها من قبل. انا الناس بتبعت لي على انستجرام بيسالوني وبيبقوا فرحانين لما بخش ارد عليهم، لانهم ساعات بيبقوا فاكرين ان احنا الممثلين وكده بيبقى عندهم ادمن وبتاع. انا عندي حد، بس انا الاغلب لما بقعد الحاجات الشخصيه دي انا اللي برد عليها على الناس. فالناس اللي بتسالني كلها بقول لهم صدقوني، يعني لو عندكم يوم ولا يوم، حد ولا 3، اعملوها السبت. اللي هو لانه فعلا ايه ده، مين انا كنت عايشه في ايه؟ يعني انت كنت حابس نفسك في حاجه. انا كنت فاكره ان انا خفيفه، طلع في اخاف بكتير. طب الناس بتسأل ايه المخاوف اللي كانت عندك من العملية وهل حصلت ولا لا؟ كان عندي مخاوف دايما. الحاجه السائده عن العمليه انه بيحصل حموضه وبيحصل يعني ترجيع والشعر بيقع. الحمد لله ولا عندي حموضه ولا عندي ترجيع، الحمد لله يا رب. الشعر بيقع شويه، يعني بيجي في فتره الاول كان ثابت وجميل، بعدين بيجي بعد كده شويه بيقع. ساعتها انا جريت عيطت للدكتور احمد قلت له الحقني، فقال لي لا ما تقلقيش، ده من الشهر، مش فاكره ساعتها قال لي من الشهر كام لكام، بس اداني حقن وقفت كل حاجه. صح؟ انا بقول ان الشعر بيقع الشهر الرابع الخامس السادس، بيقع شويه. لو بناخد الفيتامينز والحاجات بيقع 10-20%، وبعدين يثبت شهرين ويرجع تاني. بالظبط، الحمد لله. بدا يرجع يبقى كويس. ما شاء الله كويس. أيوة. هسالك سؤال تاني، انا عايزك تحكي بمنتهى الامانه تجربتك معانا، وعلى فكره لو فيها سلبيات انا موافق. انا عارفه، احكي اللي انت عايزاه والله، انا عايزه اسمعها بجد. بص يا دكتور، وحياه ربنا والله وحياه امي، والناس عارفه ان انا ما بحلفش بامي كذب يعني، بس بجد حقيقي كانت من احلى التجارب. يعني حضرتك حد مريح قوي قوي قوي. مي كساب كانت عماله تعمل بوش على الموضوع ده، بتقول يا بنتي دكتور احمد، فانا كنت اقعد اقول لها لا، وبعدين لو حصل لي حاجه بعد كده اجي اكلم الدكتور يبقى خلاص عمل عمليه ويقول لي انا في عمليه. ما بيحصلش، انا ببعت للدكتور احمد عن زهق في عيشته في اي وقت بترد عليا. فدي حاجه كانت بتبسطني قوي. يعني ماكسيمم لو في عمليه او في حاجه بعد 4 ساعات بيبقى رد، لو ما بيعديش اليوم غير وانا عندي الرد، وعندي لو في دواء معين بيبعتهولي، ولو في دواء ناقص بيقول لي اجيبه. فالحمد لله يعني، لا كانت تجربه جميله مريحه كل حاجه. طب الحمد لله. الحمد لله. طب اسالك بقى حاجه، او هو كان في مره، فاكره انت يعني انا مش عارفه انت برضو لو مش عايز تحكيه ممكن ما يحكوش، فاكره مره بعتي لي واتساب مره، ايوه، موقف شخصي كده، كنت انت في عمره. لا احكيه عادي جدا بجد. ايوه جدا. طيب اصل دي من احلى الرسائل اللي انا سمعتها، وحاسس الناس لو عرفوها هيبقى موقف. اللي حصل ان انا كنت دايما لما بروح العمره، وربنا يكتبها لي يعني يا رب، دايما كنت بعمل الطواف وباجي في السعي ما بقدرش. فكانوا الناس هناك
اللي هم اللي بيزقوا الناس على الكرسي دول اصحابي، يعني حب عمري، معايا ارقامهم كلهم. فكنت قبل ما بسافر زي ما بحجز الطيران وبحجز الاوتيل بحجز الراجل صاحبي اللي هيزقنا. ف بعد ما عملت اول عمره عملتها بعد العمليه، انا رايحه على ان ده هيحصل لان كنت لسه ما نزلتش قوي في الوزن. بعدين لقيت نفسي ايه ده، انا قادره، انا في نفس، انا مكمله، انا مش حرانه، انا مش عامله. فما كنتش مصدقه بجد ان انا عملت العمره كلها، لانه طبعا انا عارفه ان قبل كده كان ربنا يعني لما بيبقى عندك عذر وتصلي وانت قاعد على كرسي او بتعمل عمره وانت خلاص تعبان، ربنا بيتقبل باذنك يا رب، يعني والله اعلى واعلم. ولكن لما بتعمل الحاجة زي ما هي انت بتبقى فرحان زي اللي شاطر، انا عملت كل عليا. فاليوم ده انا دعيت لدكتور احمد قوي قوي في العمرة، واول ما طلعت بعت له مسج اشكره فيها وما كنتش مصدقه يعني. فده كان فرقت معايا قوي قوي، مش عايزه اقول لك والله كانت فعلا كنت مبسوط قوي وانا بسمعها. كانت من احلى الحاجات اللي حصلت في حياتي، ومن بعدها بقى انا مكمله الحمد لله، وربنا كتب الحج وكان في مشقه بس ما حسيتش بيها الحمد لله. فلا يعني والله النصيحه اللي انا اقولها للناس بجد مش عشان خاطر اي حاجه، بس حقيقي انا كنت بقعد اقول لكم لا، ولو انت حب وكده كده حب نفسك في كل حاجه، وكده كده انت زي القمر وزي العسل في كل حال، ولكن لو قادر انك انت تعمل كده ما تتاخرش وما تستناش يوم واحد حابس نفسك في اللي احنا كنا فيه ده. لا، الموضوع فرق كبير، ثقة بالنفس، نفس، حرية، جري، كل حاجة اختلفت. انت عارفة ان في ناس بيطلعوا يقولوا التكميم ده جريمة وما ينفعش انا بشوف كده والله، انا بشوف ناس بتقول كده، بس يعني انا بلاقي حاجه. بص هقول لك على حاجه، انا لما بشوف حاجه بمشيها، يعني ما بكملش اصلا الفيديو، لان انا بحس ان كل متوقع عاد، فانا ماليش دعوه، انا كويسه فتمام، مالكوش دعوه. انا بحس ان هم بيضللوا الناس، يعني هي فكره محدش حاسس بالمعاناه اللي انا لو وزني زياده ممكن اكون فيها، محدش حاسس بده، لا ده غلط، ما تعملوش. لا صح. في اسباب، لو انا جربت الدايت وجربته وما نزلتش، طب ليه لا صح. ما اعمل ده. صح. وعلى فكره هو الموضوع مش دايت بس، يعني والله انا كنت فعلا واحده من الناس اللي ما بتاكلش. انا عارف، وما اعرفش كان ايه اللي، يعني ما كنتش عارفه ايه السبب. اقول لك سر، في 30% من الناس السيدات بالذات الفيميل اللي بيجوا يعملوا العمليه عندهم مشكله حرق، مش مشكله اكل. هم فعلا على فكره لما قعدنا اتكلمنا وشفت الاكل قليل قد ايه بتاعك، انا عارف ان هو مشكله حرق. مثل العمليه انها بتزود معدل الحرق. فدي على فكره الناس بتفتكر طب ما انا باكل قليل واللي جنبي، بص اللي جنبي صاحبتي اللي جنبي او بتاكل والله يعني بص بتاكل اكتر مني. انا اختي ارفع مني جدا وما شاء الله بتصحى الصبح تفطر مش عارف مربى على ايه على ايه تقول لك انتوا اللي هو انتوا الف هنا وانا كنت اصحى اخد بيض مسلوق وفي الاخر الاقي نفسي انا بتخن وهي ما شاء الله ايه. فاللي هو كان ليه كده، ليه الظلم ده؟ بس لا هو واضح ان فعلا زي الموضوع ما انت بتقول، وده احسن انه ساعدني الحمد لله بعد العمليه، ان انا مش يعني ما فيش حاجه وحشاني يعني الشوكولاته شويه بس ماسكه نفسي. احنا بناكل بس مره في الاسبوع. لا بناكلها وباكل دارك بقى، خلاص بقيت شخصيه هيلثي. برافو عليكي ما شاء الله عليكي، برافو عليكي. طب يا دكتور احمد، دلوقتي انا كمان عايز اسالك سؤال، كل اصحابي اللي بره مصر موصيني اسالك يعملوا ايه علشان يجوا على العمليه على طول؟ بصي انا عامل حاجه حلوه قوي، عامل كشف اونلاين عباره عن فيديو كول كده بقابل فيها العيان، يعني حد من الاسيستنت بياخد الشيت الاول معاه، يعني بيقابله الاول 5 دقائق او 10 دقائق، ياخد منه كل الاسئله وبعدين يديني الفورم دي كانه قاعد في العياده، وبعدين اقعد انا اتكلم معاه واقول له انسب عمليه بالنسبه لك ايه وتعمل ايه، زي ما قعدنا بالظبط بس بتبقى بالفيديو كول. ده حلو ده. طب انا اعمل متابعات اونلاين بقى، اعملي اللي انت عايزاه. قفشتك يا دكتور. اخترت دكتور احمد المصري من كتر ثقه كل الناس فيه، وثقه اقرب واحده من صحابي اللي هي مايا كساب حبيبه قلبي، اللي قعدت تديني الثقه دي. طبعا ما صدقتهاش قوي، دخلت جوه قعدت امسك كده على الاكونت بتاع دكتور احمد واشوف كومنتات الناس، لقيت الحمد لله كل الناس بيدعوا له من قلبهم. فقلت لا خلاص
رحت يعني عملت كده اول زياره، ارتحت نفسيا، كنت مصليه استخاره وكل حاجه، بس رحت كده ارتحت نفسيا، فتوكلت على الله وعملتها، والحمد لله يعني انه ربنا وفقني في الموضوع ده جدا. بس انا مبسوط جدا والله ان انت جاوبتي اسئله الناس، هم انت الناس كلها تأمروا. بتسال. ربنا يا يخليكي. رب ان شاء الله، تسلمي ويا رب كل حد يكون في حاجه للعمليه ربنا يوفقه، ولما يعملها مع دكتور احمد هيحس بفرحتي قد ايه، وهيتبسط قوي، وهيدعي لي انا كمان زي ما انا دعيت لدكتور احمد ان ربنا شاء يخليكي يا الله. رب. شكرا. نورتيني.